هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو جديد بعد غيبه بس مش طويله، الحمد لله. ان شاء الله هنستمر باذن الله، واتمنى ان انا استمر زي كل مره. في فيديو النهارده هتكلم على موضوع غريب كده، وانا بتساءل بيني وبين نفسي، قلت طب ليه ما اعملش عنه حلقه وهو نستفيد كلنا. وانا بتساءل كده لقيت ناس عندها فلوس كتير، ناس عندها عربيات كتير، املاك كتير، ناس عندها شهادات كتير، مناصب كتيره او كبيره، ناس عندها فولورز كتير، ناس عندها اصحاب كتير. طب يا ترى هي الناس دي ناجحه ولا مش ناجحه؟ طيب هو انا ناجح ولا مش ناجح؟ طب هو انا لازم اعمل عشان زي الناس دي عشان ابقى ناجح ولا لا؟ كل دي اشياء قد تكون بالنسبه لك مقاييس للنجاح، وان الناس دي ناجحه والليفل بتاعها عالي جدا. بس سالت نفسك يا ترى هو ايه مقياس النجاح اللي اقدر اقيس عليه نجاحي انا؟ وبس، دي حلقه النهارده على مقياس النجاح. في بدايه الفيديو كنت عايز اسالك كده، هو انت قارنت نفسك بحياه كام شخص قبل كده؟ طيب شفت كام شخص لحد دلوقتي ابهرك؟ طيب شفت كام شخص ناجح وانت مش عارف تبقى زيه؟ باختصار شديد كده، في ناس كتير بتكون شايفة ان النجاح بيكون ليه مقياس. ناس بتشوف ان النجاح ان يكون عندي عربية، ناس بتشوف ان النجاح ان يكون عندي بيت واثنين وثلاثة، ناس بتشوف ان النجاح اني اوصل لمنصب عالي، ناس بتشوف ان يكون معي شهادات كتير، فولورز كتير، قريت كتب كتير، عندي اصحاب كتير، دايرة معارفي كبيرة. كل واحد نظرته للنجاح مختلفة عن نظرة التاني. سألت نفسي كتير ودورت كتير وفكرت عن يا ترى ايه هي الحاجة اللي اعملها واقدر اقول على نفسي انسان ناجح بكل المقاييس. ايه هي الحاجة اللي ممكن تخليني انسان ناجح في عيون كل الناس؟ بس ما لقيتش اجابة واضحة وصريحة، كلها كانت مجرد وجهات نظر في موضوع النجاح، لان زي ما قلت لك كده ان كل واحد بيشوف النجاح بعينه هو. ولكن وصلت لحاجة صغيرة كده، وهي ان السوشيال ميديا غيرت مفاهيم كتير جدا في حياتنا. زي مثلا اني انا عشان ابقى انسان ناجح تكون ناس كتيرة تعرفني، اصبح في شراهة كبيرة جدا للفولورز، الكومنتس واللايكس والشير والكلام ده. السوشيال ميديا اقنعتنا بحاجات كتيرة جدا واصبحنا مدمنين ليها بشكل لا يعقل. بس يا ترى سألنا نفسنا هي الحاجات دي شبهنا ولا لا؟ هي المبادئ دي مقتنعين بيها ولا لا؟ كل الموضوع ان الواحد اصبح بيمشي مع القطيع، زي ما كل الناس بتعمل انا هعمل. موضوع النجاح ده موضوع معقد جدا، خصوصا لما نربطه بماديات او اظهار ده للناس. وانا بعمل في الفيديو ده فكرت كده مع نفسي، يا ترى يا بنت يا دينا، هو انت بالنسبه لك النجاح ايه طالما طالعه تتكلمي على النجاح؟ فكرت يا ترى هو انا النجاح بالنسبه لي ايه؟ ووصلت لاجابه الى حد ما هكون مقتنعه بيها بيني وبين نفسي، وادركت انه النجاح بالنسبه لي ان انا اكون سليمه نفسيا، اهلي حواليا، محافظه على دايرتي الصغيره، وان استغل مواهبي كويس، واني احاول مش يمكن في يوم اوصل واقول على وصولي ده نجاح. بس كده، هون الضغط على نفسك وبلاش تقارن نفسك بغيرك، بلاش تبص للي في ايد غيرك، لان النجاح بالنسبه لي مش هو نفسه النجاح بالنسبه لك. احنا مش واحد، حياتي مش حياتك، افكاري مش افكارك، ولا مبادئي مبادئ، شخصيتي مش شخصيتك. باختصار شديد، انا مش انت ولا انت انا. وبفكر نفسي وافكركم ان النجاح محتاج مجهود محاولات كتير، يعني محتاج صبر، محتاج جهد اكتر. وبس كده، دي كانت حلقه النهارده. يا رب تكون كانت حلقه ممتعه وجميله زي ما انا استمتعت بيها انا وبعملها. وبس كده.